السلام عليكم يا صبايا، كيفكم؟ شو الأخبار؟ رجعت لكم بفيديو جديد. فيديو اليوم إن شاء الله رح أعمل معكم الكيكة اللي طالعة ترند حاليا، اللي هي كيكة البرتقال. بس أنا ما رح أعمل برتقال، رح أعمل فريز أو فراولة. بالبداية خلينا نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا كنتوا أول مرة بتشوفوني لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، ولا تنسوني كمان من اللايك والكومنت. يلا نبلش الفيديو. طبعا هون عم بفرجيكم المكونات اللي رح احطها بالكيك. رح اعمل معكم يعني الكيك بكل الخطوات رح اطالعوا بهالفيديو. من قبل عملت لكم كيكة الكاكاو، وهالمرة رح اعمل كيكة الفانيلا. طبعا بنحتاج نحن 4 بيض وسط او كبار. بنحتاج طحين 250 جرام، نشا 35 جرام، سكر 150 جرام، 100 ملي مي باردة، ظرف فانيلا وظرف بيكنج باودر، ومعلقة كبيرة محسن كيك. اكتبوا على ورقة المقادير اللي قلتها مشان ما تضيعوا، وحسنا رح تشتغلوا بالميزان. طبعا هاي الوصفة يعني مو بس لهي الكيكة، لأي كيك حابين تعملوه، حتى انه بصير لكيك المناسبات يلي بتحشوه كريمة وشوكولا وهالقصص. كيكة كتير هشة وطيبة، وبنصحكم تجربوها. طبعا هون مثل ما شفتوا حطيت البيض، فقيته يعني، وحطيت زر فانيلا وخفقته شوي. بعدين كل المكونات اللي ذكرتها بتحطوها مع بعضهم، يعني بتحطوا السكر مع المي، مع محسن الكيك، مع الطحين والنشا والبيكنج باودر والهدول المواد الجافة يفضل تنخلوهم مرتين. يعني أنا هون نخلتهم مرة وهلا رجعت نخلتهم مرة تانية. طبعا مثل ما قلت لكم النخل كتير ضروري بهاي المرحلة. وشغلة تانية انه محسن الكيك حصرا لازم تستعملوه بالوصفة. اذا ما استعملتوه بالوصفة صعب يعني انه ينجح معكم مثل ما نجح معي. فانه محسن الكيك هذا اساسي بالوصفة. مثل ما قلت لكم معلقة كبيرة بحط وبخفق بالخفاقة تبعت البيض. هلا اذا عندكم عجانة بكون افضل، يعني ما بتحتاجوا بالوقت اكتر من 5 دقايق. بيكون الخليط انه جاهز. بس انا ما عندي عجانة، عندي خفاقة بيض، يعني تقريبا بدي 10 دقايق. انا هون ضليت اخفق 10 دقايق. اشغله واريحه شوي عشان ما يحترق، يعني الخفاق عشان ما تحترق. وهلا بتشوفوا شلون صار القوام. طبعا انتوا رح تضلوا تخفقوا لبين ما يتضاعف الحجم ويصير قوامه مثل الكريمة. طبعا هاي الكيكة شفت كتير وصفات لها، وفي منهم بحشوها بكريمة، وفي منهم عطاء الجيلي، وفي منهم قلتلكن ب الجيلي اللي في البرتقال، او حتى في منهم بيعملوا مع البرتقال عصير برتقال، يعني بحطوا نشا بتصير مثل مهلبية البرتقال. بس يعني انا ما كتير بفضل البرتقال، لهيك انه قلت بعملها بالفريز. شوفوا هاي القوام اللي لازم نحن نوصل له. هيك الخليط صار جاهز. طبعا بنجيب قالب بندهنه بالزيت، وبنرش عليه طحين مشان ما يلزق القالب. طبعا مثل ما انكم شايفين بعد ما خلصت دهن القالب بالزيت وحطيت له طحين، صرت افضي الخليط. طبعا هو الخليط الله هيك فيه هوا، يعني انه بيضل فيه هوا، فنحن مشان نروح الهوا اللي فيه بتجيبوا عود خشبي او حتى سكينة بيصير، وبتصيروا تعملوا حركات دائرية مثل ما أنا هلا عم بعمل. طبعا حطيت شوية فريز قلت بطلع أطيب يعني. مثل هيك مثل ما لكم شايفين هون منفرغ كل الهواء اللي بقلب الكيك. وطبعا بس خلصنا من هالحركة وصار سطح الكيك متساوي كله. بندق القالب كذا دقة مثل هيك. كمان إذا في فقاعات هوا عشان تطلع. طبعا أنا حطيت هذا الكاس، هاي الكاس الكرتون، لأني حد القالب عندي واطي بالنص، فمشان ينفش أكتر قالب الكيك حطيت هاي الكاسة. هيك تقريبا صار بعد تلت ساعة، وهلا هيك كمان صار جاهز. هلا بس بس خلصنا، يعني تأكدتوا انه استوى الكيك وهيك بتعرفوه بالفرن لوقت ما يتفتر. بس تفتر بتطلعوه، يعني اذا طلعتوه مباشر ممكن يخفس شوي، فانه بهالطريقة ما بخفس. طبعا هون مثل ما لكم شايفين شلت هاي الكاسة الكرتون اللي بالنص،
وقلبت الكيك على صحن مشان يبرد على الأخير، يعني لأني لازم يكون وقت بدكم تحطوه بالجيلي لازم يكون الكيك بارد على الأخير. هلا طبعا إذا عندكم شبكة فحطوا الكيك على الشبكة مشان من تحت ما يعرق، ما يصير رطب، يعني أحسن من الصحن. أنا ما كنت حاطته هون على الشبكة، بس بعدين خطر لي أحطه على الشبكة. هلا رح نعمل الجيلي. الجيلي مو مثل طريقته العادية، لا هلا بالطريقة العادية لما بتحطي مي سخنة، كاسة مي سخنة، بس ده بالجيلي بتحطي كاسة مي انه معتدلة. فبهي الطريقة تبعت الكيك لا بدك تحطي كاسة مي سخنة وبس، يعني لا انا هون رح احط كيسين جيلي مقابيلن كاستين مي، ومي عادية مالها سخنة، عادية من الحنفية، وحطيت كمان معلقتين هيك ملانات نشا. طبعا بالبداية بنحرك على البارد قبل ما نحطه على النار لبين ما يدوب النشا، بس داب النشا على الأخير بنعود بنحطه على النار. تقريبا ما بياخد أكتر من 10 دقايق ربع ساعة على النار بيكون جاهز الخليط يعني. طبعا القالب بده يكون كتير نظيف وما فيه أي بقايا من الكيك. رح ندهنه شوية زيت مشان ما يلزق الجيلي بالقالب، يعني شوي هيك نقطة صغيرة زيت بتدهني فيها كل القالب. وطبعا الخليط لازم يكون سخن، يعني ما بصير تستني لحتى يبرد الجيلي لأنه بجمد، فلازم يكون سخن. بتحطيه بقلب القالب وبعدين بتجيبي قالب الكيك، بتصيري يعني بتدخليه هيك بالقالب وبتصيري تكبسيه مشان يطلع الجيلي على كل الأطراف، يعني حوالين الكيك كامل. طبعا لازم نحط له تتقيلة للكيك مشان ما يطفو لفوق، انه يضل غاطس لجوا. فانا حطيت صحن وفوقه حطيت أطرميز الدبس بندورة. وطبعا هو لازم نعيفه وقت طويل بالبراد، يعني اقل شي 6 7 ساعات مشان يجمد منيح. بهالوقت والله رحنا على مول قريب مننا، طبعا فيه محل كتير بضاعته حلوة وعطول بيعملوا خصومات وعروضات. أسعاره جدا جدا عادية، يعني أسعاره مثل برا وحتى أرخص، بس الفرق إنه بقولولك مثلا خدي وحدة والتانية هدية مجانا، أو خدي قطعتين والتالتة مجانا. وأسعاره قلتلكن عادية. يعني هلا في محلات بيعملوا عروضات وهيك، فبتطلعي انتي على قيمة المبلغ على الغرض، يعني بتلاقيه عالي، يعني هو طالعين حق القطعتين وزيادة. بس هذا المحل اللي هو بي تي ام لا أسعاره مثل برا عادية جدا، وبنفس الوقت انه بتاخدي قطعة تانية مجانا. طبعا هون اول شي دخلت على قسم البناتي، الأحذية البناتية، يعني لأنه بنوتاتي التنتين لازمون أحذية. فوالله تفرجت كتير، بالأخير عجبني موديل، أخدت نفس الموديل للتنتين، بس إنه كل واحد لون شكل، كل وحدة لون شكل. هلا بنهاية الفيديو رح تشوفوا الموديلات. هون جوزي عفرجيني الجواكيت الرجالية، شوفوا الأسعار كيف. يعني هاي مثلا البلوزة 290 ليرة، فإنه نفس أسعار برا وحتى يمكن أرخص شوي. بس بالمقابل قلتلكم بتاخدوا هدايا. طبعا أنا هون عم باخد لكم شوية لقطات مشان يلي بتركيا مثلا حبيتوا تروحوا على نفس المحل، إنه تعرفوا البضاعة يلي موجودة فيه وتاخدوا فكرة عن الموديلات. بعد ما خلصنا الولادي هون جينا على قسم الرجالي، كمان جوزي لازمه أحذية يعني، فوالله أخدنا له واحد وكان التاني كمان مجانا. هون بقى قسم النسواني، أنا بصراحة ما حبيت، يعني بس في موديلين عجبوني، بس الباقي ما حبيت الموديلات. هون بنتي على أساس متخبية مني، وأنا على أساس إنه هيك ما رح أشوفها. وبعد ما خلصنا والله واشترينا شغلاتنا، رحنا نتفتل شوي بالمول ونلعب شوي البنوتات. طبعا هون شفنا ماكينة غزل البنات يعني. فاجا جوزي بده انه يعمل وحدة للبنوتات، بس ما بعرف ليش ما اخدت الكارت.
يمكن بدها كريدت كارد والكارت اللي عنا نحن فيزا كارد، ما بعرف، بس انه ما مشي الحال. هون والله قلت له تعال ناكل بوظة لجوزي، وهون البوظة انه كريمية يعني ما انه تأذي، يعني شتوية. والله دخلت هون على المول الصيني او المحل الصيني، فيه شغلات بتجنن، بس يعني اسعاره كمان بتجنن. وبشكل عام هذا المول توريوم يعني اسعاره غالية، كمحلات عادية غالية، بس انه فيه محلين ثلاثة لا اسعاره حلوة يعني منيحة. بس انه مثلا مثل هذا المحل كتير غالي، يعني هاي اللعبة يمكن شفتها 700 ليرة 800 ليرة. انه شغلات كتير صغيرة بتلاقي حقها 1000 وشوي. حتى هون الحبسات تبعات الشعر للبنوتات يعني أصغر وحدة إنه ب100 ليرة، يعني يعتبر نوعا ما غالي عن برا. فحبيت هيك ألقط لكم شوية لقطات للموديلات، وشوية كمان لقطات للألعاب. كتير حبيت أنا بصراحة، بس يعني قلت لكم أسعار يعني نار بصراحة، كتير غالي. هون شوفوا، هون في حصالات يعني مثل خزنة بتقدري انتي تصمدي فيها، وفي رقم سري بتفتح معك. وهون والله بعد ما خلصنا رجعانين هفتانين على البيت. لأنه طولنا كتير بمحل الأحذية. ليش؟ لأنه ما بتلاقي كل النمر، يعني النمر بيقولوا عنا مكسرة، فإنه ما بتلاقي النمرة اللي بدك إياها من كل موديل، لهيك بدك تدوري كتير لحتى يعجبك شي وتلاقي نمرة إجرك. وبعد ما رجعنا على البيت قلت خليني أقلب الكيك اللي عملته، وهون كانت المفاجأة. والآن مع المفاجأة الكبرى. سمير سمكرة ملوش في المطورة. سمير سمكرة. طبعا الجيلي كان لزقان بالقالب وما عم بيرضى ينزل ولا شكل من الأشكال. حاولت كتير مثل ما لكم شايفين، أدقه لزقان القالب ما عم بينزل. طبعا جربت بالسكينة وهيك ما مشي الحال. بالأخير خطر لي إنه ألوحه شوي على الغاز، يعني أعرضه على الحرارة بلكي يفك. طبعا مشي الحال، ولو من الأساس عملته وماني مستعملة السكينة كان أفضل بكتير، لأني طلعوا العجنات شلون هي من السكينة، مو دخلت السكينة فتجروح قالب الكيك. المهم إنه الحمد لله ما خرب. هون قلت بحط له صوص شوكولاتة بيضة إنه بطلع هيك شكله أحلى، وكطعمة كمان إنه أطيب. والله بعد ما خلصت صوص الشوكولاتة لا عجبني شكله، يعني صوص الشوكولاتة البيضة يعني لا عجبني شكله. طبعا كطعمة أنا حبيته، يعني إنه شي جديد، تغيير شكل عن الكيك العادي، فبنصحكم تجربوه. وبس هذا هو كانت الوصفة، وهذا كان يومي الحلو. ولا تنسوني من لايك والاشتراك، قلتلكن إذا أول مرة بتشوفوني. وطبعا هوني قبل ما أختم الفيديو رح فرجيكم الموديلات اللي اشتريناهن. هذا الحذاء لبنوتي الكبيرة. بصراحة ما لقيت غير لون مناسب أكتر من هذا اللون، كنت حابة أخذ لك كحلي وزهري بس ما في نمرة إجرة، فقلت فضي يلا كمان تغيير شكل. حبيت الموديل إنه حلو وبنفس الوقت مريح، بنوتات كتير برتاحوا بهالموديل. يعني من قبل أخذت لهم هيك موديل، بس إنه على غير، يعني بفرق شوي الموديل بس إنه على نفس النمط. وبنوتي التاني كمان نفس الموديل بس إنه أخذت لها غير لون. وهدول الأحزان اللي نقيناهن أنا وجوزي سوا. طبعا هالمرة حب يغير شكل وأخذ لون أسود، بالعادة جوزي بياخد لون أبيض. وهذا كان الفيديو لليوم، لا تنسوا تشتركوا بالقناة مثل ما قلت لكم. يلا سلام.